السلام عليكم، مرحبا بكم مع زهراء أم سراج. اليوم جيت نشارك معكم وجبة خفيفة وظريفة، أكلة صيفية كيف ما كتشاهدوها البنات. الصراحة كتجي رائعة وفي نفس الوقت مكونات سهلة واقتصادية ومتوفرة في كل منزل وسريعة وما كديش الوقت بزاف. نتعرفوا على المكونات. احتاجت هنا 2 الجزرات و2 فلفلات خضار و2 حمر و2 الحبات القرع والمعدنوس. احتاجت هنا نص كيلو الشعرية. بالنسبة للكمية كتبقى على حسب أفراد الأسرة. هنايا عملت في واحد المقلة شوية زيت نباتية وضفت لها واحد البصلة مبشلضة بهذا الشكل هذا، وغنضيفو الخضر ديالنا نشحروهم مع ديك البصلة من بعد ما تشحرت شوية صافي. وهنا غادي نضيف لها التوابل. بالنسبه للتوابل احتاجت هنا رشه الملحه كتبقى على حسب الذوق، وكذلك معلقه صغيره د الابزار ومعلقه صغيره د الخرقوم. وصافي غادي نشحروا الخضر ديالنا ونخليهم يتشحروا مزيان ويتشربوا لنا العطريه وصافي. وغادي نعملوا الشعريه ديالنا من بعد ما نقيناها وغسلناها مزيان. عملتها تسلق في واحد الكاسرونه كيف ما كتشاهدوا البنات. والصراحة البنات بيني وبينكم كتجي هاد الطريقة رائعة، كنفضل على انها تكون بالحليب. الصراحة كتجي غزالة. وصافي هنا ضفت واحد شوية د التون عندي منزلي وشوية د المعدنوس، ونخلط هذا التون مع الخضر ديالنا. التون كيعطيها واحد المذاق رائع. تقدروا تضيفوا حتى كبده ولا صدر دجاج، المهم داكشي اللي متوفر عندكم نتوما. أنا هنا اكتفيت التون البنات منزلي كيجي رائع صراحة. سبق لي وشاركته معكم في واحد الفيديو الى عقلتوا عليه. كنعملوه البنات وكنحتفظ به في القنينه الزاج، ونهار اللي كنعمل مثلا شعريه ولا مكرونه ولا اي حاجه ولا بيتزا كنستعملو. الصراحه كيجي غسال، ما كاينش بحال الحاجه اللي كتعملها على يدك وفي المنزل ديالك. صافي كنخلطوا الخضر ديالنا مع الشعريه في شي طنجره تكون كبيره ولا شي كاسرونه كبيره عندكم باش كتحكموا فيها وكتخدموا على خاطركم. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي الشكل ديالها والالوان كتجي يا سلام. وهذه هي النتيجه، وما بقى لي غير نقول لكم صحه وراحه.